سلام البنات، واش راكم؟ جينا اليوم نديرو معاكم حلوة العيد غير بحبة بيض، واللي تبغي تضاعف المقادير تضاعفها. نبداو على بركة الله. حبة بيض، نزيدو 3 ملاعق تاع سكر ناعم، نضيفو نصف باكي ماغارين طرية، لافاني سائلة أو بودرة، نخلطو مليح المكونات تاوعنا. ثم نضيف لها كاس تاع بسكويت مرحي حين في الربو، واي بسكويت عندكم ترحوه، ونخلطو كاع المكونات تاوعنا. ونزيد باكي تاع خمارة، نخلطو المكونات تاوعنا بالعقل حتى نتحصلوا على عجينة متماسكة. هذا تحصلنا على العجينة وتخليها هكا شوية جارية شوية طرية هكا كيما هكا تتلاصق مع اليدين. هكا تلاصق، خليها ما تيبسوهاش. الحلوة تجي بنينة البنات. نجيبو القوالب تاوعنا ونشكلوها انا دايره الخماره. ظهرنا نديروها هليلات، الا بغينا نديروها هليلات فان تقدروا ديروا لها كيما هاك، تجي على شكل هلال او دائري. حلوة اقتصادية. كملوا كاع معاكم كيما هكا. او هليلات كيما هاك.
كملوا كاع العجينه تاعنا كيما هكا. هذه هي حلوتنا. دوك ندخلوها للفور على درجه 160 درجه ونخلوها تحمار، مش تحمار قوي، تحمار غير شويه صفار بالاسفل، ومن بعد نحمروها غير شويه، منحمروهاش قوي من فوق، ومن بعد نجيو نوروها لكم للتزيين. هاي حلوتنا طابت ونخلوها البنات حتى تبرد. هذه غير تقلعوها سخونه تبدا تفتت وتنقرض، لازم حتى تبرد البنات باش نقلعوها، وغير بالعقل راهي هشه. حتى تبرد البنات، كيما تبردش نقلعوها سخونه تنقرض تتفتت لنا. هذه هي حلبتنا. دوك نزينوها معكم. دوك جبنا الكراميل او كوفيتير اللي يكون حاضر عندكم، تطلوا بها وترمدوها في الكاوكاو. الكاوكاو يكون مدشش موش رطب قوي. نجيبو حبة ونطلوها بالكراميل او مربى. يبلا قلع عليها البنات تفتت. كملوا كاع الحلوى تاعنا كيما راهي معكم. انا كملنا كاع حلوتنا بالتزيين. اللي ما تبغيش دير الكراميل دير معجون المشماش. الكراميل تجي ذوق رائع. هاي حلوتنا زيناها، ودوك نزيدو نزينوها بالكراميل. هاي حلوتنا جاهزه وجات هايله وتشهي وبنينه. قصت لنا غير بحبه بيض، كميه لا باس بها. نزينوها بالكراميل او تخلوها كيما راهي تجي فان شابه. كملوا كاع حلوتنا كيما هاك. هذه هي حلوتنا كملناها كاع، والتزيين اختياري تزينوها كيما تحبوا نتوما.
نظهر لكم ديروها هليلات، نظهر لكم ديروها كعكات هكا مدورين. هذه حلوى اقتصاديه وجافه، الا حبيتوا ديروها في هذا العيد غير بحبه بيض او تضاعفوا المقادير، تعطيكم حبات ملاح. هذا هنا غير حبه، شوفوا شحال عطات لنا. وإلا عجبتكم البنات ما تنسونيش بالتعليقات، وما تنسونيش باللايك، وبصحة فطوركم.